قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، المشروع القومي اللي المصريين كلهم التفوا حواليه واعتبروه اكبر مشروع قومي في عهد الاستقلال، وعملوا له اغاني وافراح. بس تخيل ان في نظريه كانت بتقول ان المصريين اول ما غنوا الغنوه دي كانت بتقول قلنا هنبني وادي احنا بنينا الهرم العالي. ايوه، الهرم العالي. كمان في نظريه بتقول ان الاهرامات دي ما كانتش مقابر ولا حاجه، دي كانت اداه لتوليد الكهرباء. النظريه دي بتقول ان الهرم بغرفه الثلاثه كانوا اداه لتصنيع الكهرباء عن طريق عمليات فيزيائيه وكيميائيه مش موضوعنا دلوقتي، زي الواي فاي او الموبايل داتا اللي انت بتشوفني بيه دلوقتي. وزي ما تسلا قال وحاول يعمل بنظريته اللي ما شافتش النور، وده يودينا لسؤال اهم: مين اللي بنى الهرم؟ النظريه التقليديه بتقول ان بغض النظر عن الهدف، ان الهرم اتبنى على ايد قدماء المصريين بحجاره من اماكن مختلفه في مصر، انتقلت لمنطقه الاهرامات بطرق تقليديه زي السحب والجر والتحميل على السفن قد ما جمعنا الهرم الكبير ده. النظريات التانية بتقول ان اللي بنى الهرم هم قوم عاد، يطلق عليهم في بعض الثقافات العمالقه او العمالقه نسبه لاطوالهم الشاهقه، واعتمدوا واستندوا على ايات من القران لوصف قوم عاد، فوصف البناء في عهد الفراعنه معتمدا على الاوتاد. ده اذا كان فرعون اساسا من قدماء المصريين. هتكلم في ده الحلقه الجايه بالتفصيل. هنرجع تاني لقوم عاد، وخصوصا ان قوم عاد كانوا منشغلين عن رساله سيدنا هود بالبناء والتشييد. هنلاقي ان النظريه دي ليها اساس وقوي كمان، بس في نظريه تانيه بتقول ان الفضائيين هم اللي بنوا الاهرام. وانت بقى قول لنا، تفتكر مين اللي بنى الاهرامات؟